السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم بغيوش اللي كيجي قطني رطب وخفيف وكيتوجد بكل سهوله وجد رائع، لا في الشكل ولا في المذاق. يعجبكم يا البنات، كونوا متاكدين كيجي لذيذ بزاف. واحد المكونات اللي جد اقتصاديه، غير زعموا عليها البنات ووجدوه. ما تنساوش تشرطوا عليا، ولا عجبتكم شي هو اليوم بطبيعه الحال ما تنساونيش من لايك ديالكم والبارطاج فقط للتشجيع. الغزالات اللي مازالين جداد معايا ما تنساونيش من الدعم ديالكم، بركوا على الاشتراك او صابوني، وما تنساوش تفعيل الجرس. ندوزو مباشره نكتشفوا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوها هنا الوصفه ديالنا، اللي هي 520 غرام من الدقيق الابيض او فارينه اللي سبق لي وغربلته بطبيعه الحال، 110 غرام من السكر سنيده او سكر حبيبات، جوج حبات ديال البيض، كيس من السكر الفاني اي ما يعادل 7 او 8 غرام. عندي هنا 200 مليلتر من الحليب الدافئ، غنضيف عليه معلقه كبيره الخميره الفوريه او الخميره حبيبات. كتوفروا على الخميره المعجونه ممكن ديروا نفس الكميه. غادي نخلط مزيان هاد الخميره هذه باش تفاعل مع هاد الحليب. غادي ناخذها وغنضيفها هنايا في هاد الخليط. غناخذ هادشي هذا ونديرو في البيتخان او العجانه. الا كتوفروا عليها غادي تعجنوا هاد البغيوش ديالكم فيها، ما كتوفروش عليها ممكن تجمعوا العجين غير بيديكم، يعني ما كيحتاجش واحد المجهود. هانتوما بعد ما كيتجمع العجين راه درتها واحد جوج اولا 3 ديال الدقائق. في هذه المرحله هذه غادي نضيف هنايا 100 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده اللي خرجتها شي شويه من الثلاجه من قبل، يعني بدرجه حراره المطبخ، وغادي نعاود نخلط هذا الشيء هذا. مره كنحل عليها بحال هكا، وبالسباتول هكا كنبدا كندوز مع الجناب باش كيتخلط هادشي هذا مزيان. وكنعاود نخلط. هانتوما العجين بعد ما كتجمع كنحيدو هادشي هذا. كناخذ هنا واحد الكميه لا باس بها من الدقيق، تقريبا معلقه كبيره معمره مزيان بالطريقه هذه، وكنجمع الجناب هذا العجين هذه. كيف ما لاحظتوا راه العجين كتجي مطلوقه بزاف. كندوزو عليها بهذا الشكل بالسلوفان او البلاستيك الغذائي، كنغطي عليها مزيان باش ما كيدخلهاش نهائيا الهواء، وكنولي نزيد لها واحد المنديل من الفوق باش نخليها تخمر او تختمر. كنخليها تقريبا لمده ساعه. السر نتاع النجاح نتاع البغيوش هو كل ما ارتاح كل ما مزيان. ولكن الجو اللي سخون كنخليوها ما بين 30 ل 45 دقيقه. من بعد ما خمرت لي العجين، هانتوما كتشوفوها كيف طلعت. دائما الاستعانه بالدقيق لحقاش العجين راه كتجي كتلصق. هذا هو السر باش كيجي مفشفش بداك الشكل هكا، راه كتكون العجين كتلصق. دائما الاستعانه بالدقيق. كنحيدها من هذا الاناء هذا وكنديرها فوق سطح العمل، وكنحاول انني نضغط عليها شي شويه باش نحيد منها داك الخميره او داك الهواء اللي كيكون فيها. غناخذ هنايا باش غادي نقطعها في الاول على جوج ديال القطع باش تجيني سهله، ونحاول انني نجيب دوك الكويرات يكونوا متساويين. غنعاود نقطعها على جوج، وكل قطعه غنولي نقطعها على 3. هانتوما كتشوفوا. المهم هاد العجين هذه خرجت ليا
12 الكويره. هانتوما غادي تشوفوا في الاخير كنبقى ناخذ كل قطعه ديال العجين وكنكورها بهذا الشكل هكا، ودائما بالاستعانه بالدقيق. كيف ما قلت لكم راه العجين كتكون كتلصق. وندير شويه ديال الدقيق في وسط العمل ونحطهم هكاياك على جنب. المهم كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكور هذا العجين هذه بهذه الطريقه هكا كامله. كيف ما كتلاحظوا هنايا قلت لكم عطاتني 12 القطعه مباشره. كناخذ واحد المول القطر ديالو 27 سنتيمتر، كندير فيه هنا القليل من الزبده وكندوزها هكا غير على الجوانب، ما كنديرهاش عليها كلها. لا انتم غادي تشوفوا في الاخر شنو غادي ندير. المهم كندوز هاد الزبده هكا على الجوانب وكندير واحد القليل من الدقيق وحتى هو كنوزعوه بهذه الطريقه على الجوانب. هنا كناخذ هاد البابي كويسون او ورق الفرن اللي قطعته على شكل دائري على القياس ديال هاد المول هذا. هانتوما كتشوفوا راه كيجي هو هذاك. هنا باش ملي كنجيو نحيدوا البغيوش من هاد المول هذا كنحيدوها في مره واحده، يعني بلا ما كتخسر. كنبداو ناخذوا هاد الكويرات هادو وكنحطوهم هنايا حبه بحبه. المهم كنستفهم بهذا الشكل هكا. كناخذ هنا سلوفان او بلاستيك غذائي، واحد القطعه اللي غادي نغطي بها هذاك البغيوش ديالنا. كناخذ هنا القليل من زيت المائده او زيت نباتيه وكندوز هنايا على هذا البلاستيك هذا. بهذه الطريقه هذا البلاستيك ما كيلصقش لينا على البغيوش ديالنا. انتم غتشوفوا في الاخير غيتحيد بكل سهوله. كناخذ هذا البلاستيك وكنغطي به هذا البغيوش هذا وكنزيد عليه واحد المنديل وكنخليه حتى يخمر او يختمر. المهم بالنسبه لوقت الاختمار كيختلف على حسب درجه الحراره. هانتوما هنايا بعد ما خمرت البغيوش ديالي هانتوما راه كيبان انه طالع. السلوفان او البلاستيك الغذائي كيتحيد بكل سهوله، ما كيلتصقش نهائيا لحقاش درنا فيه شويه ديال الزيت. هنا كناخذ اصفر بيضه كنزيد عليها معلقه كبيره من الحليب كنخلطها مزيان مزيان وبالبانسو كنوزع هاد الاصفر البيضه هكا، يعني كندهن الوجه نتاع البغيوش كامل. وفاش كنكون كندهن ضروري غير بشويه باش ما كيتفشوش لينا هاد الكويرات هادو، باش كيبقاو قابطين القوام ديالهم. من بعد ما كندهنها كامله هنا كاضافه كيف ما كتلاحظوا درت هنا هاد لي غران دو سكر اللي كيجيو غلاض شويه كيف ما كتلاحظوا. انا كنوريكم ولكن ماشي ضروري هاد النوعيه هادي، ان هذه هي النوعيه اللي نقيس، يعني كيكونوا مختلفين. داك السكر اللي كيكون خاص بالبغيوش كيف ما كتلاحظوا كيكونوا داك الحبات ديالهم كبار، ما كيكونش رقيق. هانتوما كتشوفوا كنوريكم هنايا الشكل ديالو كيفاش. المهم كيبقى لكم اختياري انكم ديروا هاد السكر بحال هاد الشكل هكا، ولا ديروا الكاوكاو كونكاسي، لوز ايفيلي، الزنجلان. دائما زين كيبقى لكم اختياري ديروا نتوما اللي بغيتو. كنبقى نوزع بهذا الشكل هكا شويه بشويه. هنا بنتي كتعاونني يعجبها بزاف هاد لي بغيوش هكا وجات باش دير معايا هاد حبات نتاع السكر هنايا. المهم كنوزعوا هاد السكر هذا على هاد البغيوش كامل مباشره. كندخلوا الفرن اللي سبق لي وسخنته على درجه حراره 170. الفرن مشعول من الاسفل ومن الاعلى. كنخليه تقريبا لمده 20 دقيقه. من بعد ما كيطيب ديال البغيوش هانتوما كتشوفوا كي كيجي الشكل ديالو جد رائع، راه كيجي منفوخ ومهوي ومفشفش وكيجي كي القطن.
بالسباتيل هكا غنحاول ندوز غير هكا شي شويه مع الجوانب، واخا ما كيكونش لاصق، باش نتاكدوا راه كتهز لنا بكل سهوله، لاننا درنا هذاك البابي كويسون من التحت، يعني كيعاوننا انها كتهز بسهوله، يعني بلا ما كنقلبوها ونخسروها كتبقى كيف ما هي. كنهزها انا وكنديرها في طبق التقديم. انتم كتشوفوا شكلها كيف كيجي رائع، كتجي منفوخه ومفشفشه ومهويه. هاد البغيوش هذه كتجي رائعه، وكتحيد هكايا بالطريفات بحال هذا الشكل هكا، يعني سهله حتى في التقطاع ديالها. كنكونوا متاكدين البنات راه غادي تعجبكم بزاف بزاف. هانتوما هنايا القوام ديالها كيف كيبان. هنا بنتيجات خدات الطريف ديالها، ما كتسناش حتى يبرد، غير كيطيب كتجي تاخذو، لحقاش فعلا كيجي جد رائع، لا في الشكل ولا في المذاق. البنات غير جربوه، غادي نزعمكم عليه، لحقاش فعلا كيستحق التجربه. وبطبيعه الحال جربتوه ما تنساوش ترجعوا لي التعاليق وتقولوا لي كيف جاتكم الشهيوات اليوم. الغزالات اللي مازالين جداد معايا زعما حبيبه وبركي على صابوني، ان شاء الله كاع الشهيوات الجديده اللي تبغيها تلقيها معنا. ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج. ما سخيتش بكم الغزالات، غنخليكم دابا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شهيوه مشيواتي. سلامه.